احنا نقول انها مشكلة. نعم مشكلة. طيب الاسباب قبل ما تقولها، خلنا اول شيء نشوف المجتمع كيف ينظر لهذه المشكلة. وصف دقيق لمجتمع الشذوذ الجنسي من الداخل: عبارات ستخرج وعبارات حجبها الأدب والذوق العام، وشهود العيان لم يتحرجوا في الحديث بأبعد من تلك الألفاظ، وصفوا كل شيء. فشاهد. قبل أسبوع أنا كنت في حلاق قاعد أحلق، فجاء واحد دخل ويقول سلام هاي، فأنا فزيت من الكرسي قمت وأناظر إلا واحد بعدسات وشعر، فأكلم اللي قاعد يحلق يقول شو وضعه ذا؟ قال هذا يجي يسوي استشوار عندنا ويطلع على التحلية ويطلع على الأماكن ذي. يعني حرقة الياي ذي ما تنفع. هذول ناس من عمرهم 13 14 يكونوا طالعين في الشارع، ما في مسؤولية، ما في تركيز من الأهالي عليهم، فصاروا عندهم شذوذ غير طبيعي. يعني أشوفهم متكحلين ومسوين بودرة هذه اللي يحطون بالجيه الحمور الصبغة وهذه، أشوفهم عندنا في الحارة. أي في الحارة واجدين من هذولا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال. قال الله أعطاهم الرجولة وهم باعوها. ممكن إنسان شخص عادي بس يكون عنده شذوذ جنسي، يعني ما مو شرط شكله. انتشر ذا الوقت كثير من هذا النوع، تشوفهم في الحدائق، في المحلات، في الأسواق الكبار. تتفاجأ كذا انك في استراحة حفلة الشباب، تلاحظ كذا يمر عليك اسم الريناد. ريناد وين يا شباب؟ انت في استراحة الان. ريناد كيف حصل في الاستراحة هذه؟ تلاحظ انه شاب زيك زيه بس حاط له مكياج وهو ولد ما يرضى. تقول له انت انك رجال، يقولك لا انا ماني برجال، انا بنت، ليش تقول لي رجال؟ والله كذا النظام. كثر الحفلات، يطلع حفلات. ايوه وين يطلع حفلات؟ وين؟ في ثمامة وديراب وش يسوون بالحفلات؟ ترقصان وكلهم فل حفلات وبارتيات وما ادري ايش. ايوه انت عطني اياهم بس شهر اخذهم معي الصمان، والله لا ارجعهم لك رجاجين. يقعدون يسمرون ويزعقون ويصفرون وما عندهم أحد يمنعهم. لا طلعنا 2 3 من الجيران تكلمنا عليهم راحوا ورجعوا ثاني. صراحة أنا لو أني أعرف من اللي يسوي الاستراحات هذه كان أكيد إني بنصحه، لأنه بياخذ ذنب اللي بيجونه وزود. بس يا ليت إني أقدر أعرفه أنا صراحة. وطبعا الطبقة أكثرها اللي هو حالة مرتفع، اللي هو ماديا مليان على قولتهم، هذا لهم أكثر شيء الطبقة، لأنه ما عنده شيء ناقصه، ما يبحث عن رزقه، يجي وهو جالس وهو نايم. أنا ما أعتقد أنه مرض نفسي أكثر من ونفس الشيء وازع ديني، يعني ضعف وازع ديني. أنا أشوف أنه كذا، وهو مرض نفسي ويكون من البيئة اللي محيطة به. إذا كان هو بيئته يعني مو مرة، فأكيد بيكون مو كويس. ممكن يكون من صغر سنه متربي مع بنات، وعشان كذا كبر وتعود على ذا الشيء. يمكن السبب من الأهل، إنه يمكن الكثرة القعدة مع الحريم أو كذا، يمكن هذا نوع من الأسباب. زي ما تقول جروبات، ما هي بالدعوة 1 ولا 2 ولا 3، الدعوة جروبات. يجونك بالقرب، يعني ما يجيك 1 2، 1 2 بيروح بيورط نفسه، لأنك عندك الآن شعب سعودي عزابي بدون وظائف بدون أي موضوع. اللبس ياخذه معه شيء طبيعي، ما يقدر يلبس قدام امه وابوه، قدام امه وابوه رجال. لا مو قدام هلا، يطلع برا يروح استراحات بس قدام هلا لا، قدام هلا مسوي رجال. بس برا تنوره وحركات. والله الأهالي، سبة الأهالي، يعني أكيد ما في تركيز على الابن هذا. يعني تلقى الولد بالعمر 12 13 طالع مع واحد عمره 23 24 سنة وتلقاه وصل 30 سنة. وهذا يعني زي ما تقولي شبكة وحبة حبة وتعال معي وسوني. وين أمه وأبوه عنه؟ أهلا نايمين. يجي واحد يقول لي أمه وأبوه ميتين، وأنا قاربه ما عندي أقارب، وين الدولة عنها؟ يا أخي خلهم يطبقون ساهر عليهم شوي
ولا لا؟ والله أنصحهم بالهداية، الله يهديهم ويصلحهم للمجتمع، هذا اللي أنا أقول.